السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. لقيت البطاطس كده معدية الكيلو ب5 جنيه. قلت ايه، هي أرخص من كل حاجة وهنعملها للطيور بتاعتنا، وكمان نشويات أحسن من أي حاجة. الكيلو تقريبا بيعمل في أي علف تاني الكيلو عامل 7 جنيه، اللي هو السيرس أرخص حاجة، والذرة ب15. على العموم زي ما قلت لكم، والعلف اصلا اللي هو العلف النامي العليقه ب 24 جنيه، فدي حلوه جدا جدا. نقيت منها اللي هينفع، اللي مش هينفع يقعد. اللي مش هينفع يقعد وفي نفس الوقت يعني مش وحشه زي ما انتم شايفين. احط كده، ابتدي انزل عليها شويه ميه علشان خاطر تتغسل. هغسلها غسله كده بسيطه، وهنقي منها الوحش قوي، يعني مش هنقي منها اهو شايفين. هي على فكره حلوه وزي الفل، بس خضره شايفين من جوه، مش وحشه ولا حاجه. هبتدي ان انا اقطعها كده. هي قلت لكم ان هي خضره بس. والله الكيلو ب5 جنيه، ارخص من اي حاجه واحنا في موسم. انا هقطعها هسلقها للبط بتاعي، لان هي كده مش اهو شايفين من جوه نظيفه. هي القشره بتاعتها بس اللي بره، ولكن هي من جوه زي الفل. الميه بس علشان خاطر لو فيها اي حاجه وحشه اهو، لو فيها اي حاجه وحشه بشيلها. شايفين؟ ولو لقيت بطاطسيه من جوه وحشه مش هحطها زي دي. تمام. طبعا مش هنحط للطيور بتاعتنا حاجات وحشه كده، لان احنا اللي هناكل الطيور، فلازم ايه هنشيل اي حاجه وحشه بشيلها. هي خضرة بس هحطها. واحنا بنحطها هنحط شويه ملح، لان الملح حلو، هيساعد. اهي فله من جوه. هبتدي اعمل الحله بتاعتي قيمه كده 2 كيلو برضو. لو شايفين هي القشريه بس من بره، ولكن من جوه زي الفل. هبتدي برضو اشيل اي عفن، اي حاجات من دي هبتدي اشيلها انضف. اهو هنقي الصغير بس، انا مش عايزه انقي يعني انا طبعا كل دول هستخدمهم على طول. اللي زي كده، اللي زي كده بغسلها. مش اهو هوريها لكم على فكره، هي من جوه حلوه مش من جوه وحشه اهو. هي القشره بتاعتها بس اللي بره. طبعا انا غسلتها اهو شايفين. هعمل قيمه 2 كيلو كده، واقوم مبتديه ان انا عاملاهم للطيور بتاعتي ياكلوهم افيد من كل. بصوا حلوه قوي. طول ما البطاطا والبطاطس رخيصه، بتمنى ان انتوا تعملوها للطيور حقيقي حرفيا هتجيب معاكم وزن. وكمان بصوا هغسلهم الاول، وبعد كده ابتدي ان انا اقوم مقطعه اهو. هغسلهم كده في الميه الاول، وبعدين اي حاجه وحشه بشيلها. اي حاجه مش هنحطها وحشه للطيور، لانه طبعا احنا اللي هناكلها، فمش هينفع ان احنا يعني زي ما بناكل ناكلها. اغسلهم اهو. كل ده برضه هوريهولكم وانا بعمل. اغسلهم كده غسله حلوه من التراب والطينه وكل القرف ده، وابتدي ان انا اعملهم للطيور وياكلوهم كده سخنين حلوين، وباذن الله يجيبوا معاكم احلى انتاج. تمام. اهو الحاجات الوحشه دي مش هنعملها. شايفين؟ برضو اي حاجه وحشه دي مش هنعملها. شايفين اهو. طبعا دول هغسلهم واسيبهم علشان اسيبهم مغسولين كده مره واحده. و هعمل بس قيمه 2 كيلو على حسب طبعا كميه الطيور اللي موجوده عندي. انا هعمل بس قيمه 2 كيلو علشان مش عايزاها تقعد يعني زياده. زي ما انتم شايفين بقى كده، انا قطعت كل الحله بتاعتي دي. قلت اقطعها واعملها. طبعا انا غسلتها. هزودها ميه بقى واحطها على النار، تتعمل تتسلق، وباذن الله باذن الله افطرهم منها. وباذن الله طبعا هي احلى من اي علف، لانها طبعا نشويات ومفيده وزي الفل. استنونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة. استودعكم الله في رعاية الله وحفظه جميعا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك وكومنت حلو منكم. ولو محتاجين اي استفسار اي سؤال، اكتبوا في الكومنتات، وبإذن الله بإذن الله هرد عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.